من العجائب اللي مرت علي، مرة كنت في الحرم المكي وكنت أطوف حول الكعبة. بعد ما خلصت الطواف جاء واحد صاحبي سلم علي ومعاه 3 شباب مسوين عمرة، فقال لي أدعي لهذا الأخير، آخر واحد فيهم. طلعت فيه قلت له إيش عندك؟ قال عندي عملية. قلت له إيش من عملية؟ أشار إلى فمه. قلت له ما شاء الله، حتشيل ضرس العقل تصير بدون عقل زي أمزح معه. عند الحرم واحد مسوي دمه خفيف عند الكعبة، فابتسم كده ابتسامة الحزين. قال لي لا والله يا أخوي عبد الله، قال لي عندي سرطان في لساني وانتشر في فمي كامل، والآن الدكاترة قالوا استئصال الفم بالكامل، اللسان مع البلعوم مع المريء مع سقف الحلق العلوي والسفلي. يعني كيف حيعيش هذا؟ تخيل الإنسان بدون فم، بدون لسان، بدون بلعوم ومريء، كيف يأكل ويشرب؟ لما قال لي كده والله كأنه غرز خنجر في صدري. قلت كيف حيعيش في نفسي؟ على طول ربي ألهمني، قلت له من اللي ابتلاك؟ قال لي الله. قلت له شافك بعيد فقربك، أحبك، هو يحبك بس أنت ما تبغى ترجع. ها؟ والله أنت صلاتك ما تقربك شبر، يمكن تصلي وأنت عاقل أبوك وأمك ما يقبل الله منك ولا شيء، يمكن برك الوالدينك ما يقربك لله، يمكن معاملتك مع الناس ما تقربك لله شبر، وهو يحبك يبغاك ترجع. الله يقول عبادي أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. فقلت له ابتلاك عشان يردك له. ليش؟ عشان يقول إن الله عند المنكسر قلوبهم. طيب قلت له طيب من الذي يشفيك؟ قال الله. قلت له الله يقول وإذا مرضت فهو إيش؟ فهو ولا فالطبيب؟ فهو. قلت له طيب أطول سجدة سجدتها في حياتك كم دقيقة؟ أنا سألته هذا السؤال وأسأله الآن لكم كلكم. كل واحد عنده هم، كل واحد عنده اللي زوجته واللي ولده واللي. أطول سجدة سجدناها بين يدي الله كم دقيقة؟ هنستحي من الجواب صح؟ مين اللي طول اللي سجد سجدة أكثر من 5 دقائق يرفع يده في حياته كلها؟ مين؟ أكثر من 5 دقائق ما في أحد فيكم صح؟ طيب وقلت له هذا الشاب قلت له كم؟ قال لي ما تتجاوز 3 دقائق. قلت له أطول سجدة سجدتها بين يدي طبيب يعني تنتظر منه حل؟ قال لي أوه بالساعات. قلت له طيب إيش قال لك الطبيب؟ قال ما لك حل، من 1 إلى 5% نسبة نجاح العملية. قلت له لو قالوا لك طبيب في أمريكا والطبيب هذا حلك عنده وتنتظره من الصباح إلى الليل في الشمس، تنتظره ولا لا؟ قال لي والله انتظر. قلت له طيب لو شاف أشعاتك وكل شيء وقال لك ما لك شيء إيش حتسوي؟ قال لي خلاص. قلت له طيب وربك اللي بيده الحل جابك لبيته قبل العملية بيومين، كان يوم خميس يوم قابلته، عمليته يوم السبت، ونسبة نجاح العملية حقه من 1 إلى 5%. قلت له هل جابك البيت عشان يردك فاضي؟ هيا روح الآن أسجد بين يديه ولا ترفع راسك إلى يشفيك. أنا قلت له الكلمتين هذه وكبرت أصلي، هو صلى جنبي مع الناس والزحمة هذا، سلمت سلموا علي وهو ما أدري كيف، وتلخبطنا ما عاد عرفت مكانه ونسيت ما أخذ رقمه ومشيت، وجلست 8 شهور وأنا أفكر في هذا الشاب كيف حيحل هذا، كيف حيعيش بعدها. والله يا أخواني بعد 8 شهور
رحت كان في حفل للمعاقين بجدة. أول ما دخلت لقيت ابن خالته اللي عرفني عليه جاي يسلم عليه. قلت له أول بشرني، إيش سوى ولد خالتك؟ قال لي والله يا بشر رحنا الرياض. تذكر هذيك اليوم يقول بعد ما خلصنا العمرة هو ما سمعني ايش قلت له. يقول قال بروح الحمام الله يكرمكم دورة المياه. يقول وراح غاب ساعة ونص ما جاء. أنا قلت هذا لا يكون أغمى عليه ولا شيء داخل. رحت أدور له في الحمام ما لقيت أحد في الحمام. قلت يمكن تلخبط ضيع، يمكن راح المكان اللي أنا فيه. يقول وأنا راجع لقيت واحد ساجد عند البرادات على مويه. لما جيت أطالع فيه إلا لقيته صاحبنا أطل في الأرض مليانة دموع يبكي. قلت خليه ما دامه يشكر ربه. يقول أنا جلست وراه أصلي ركعتين. يقول أنا كملت الركعتين وسلمت وهو ساجد. السجدة الأخيرة يقول وأنا جالس خلفه حوالي ساعة إلا ربع تقريبا. يقول بعد ما خلصنا قام دموع في عيونه حمراء. قلت أنا يلا أكيد نفسه تعبانة 5% نجاح العملية. يقول رحنا الجمعة رحنا الرياض. السبت طبعا دخلناه الجمعة في الليل. السبت اتفاجأنا انه في دكتور في المملكة جابوا امير على حسابه. الدكتور هذا افضل دكتور من فرنسا في العالم في سرطان الفم. قالوا له عندنا عملية في التخصصي خطيرة ولازم تشوفها. لما نوروه الأشعة والتحاليل استاء الدكتور فطلب أشعة قبل العملية. يسووا أشعات الدكاترة وهذا وطلب تحاليل. طبعا الأشعة طلعت لما شافها والله يا أخوان يقول شاف الأشعة الأولى والأشعة الثانية قال لهم مستحيل مش نفس المريض. قالوا له يا ابن الحلال هذا المريض نفسه وهذا الأشعة قبل أسبوع وهذه اليوم. قال لهم مستحيل. سووا أشعة جديدة طلعت نفس الجديدة. قال لهم هذا بس ناخذ الحبة اللي بلسانه قزعة منها ونسوي لها تحليل نأجل العملية. أجلوا العملية أسبوعين. طلع التحليل قالوا ما عنده سرطان منتشر. هي الحبة اللي بلسانه هذه شالوها 4 شهور كيماوية لأن ما في وجه. وإذا مرضت